السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تبقوا بخير وهنا وسعادة. ومن بداية الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا شوفوا بقى الست الشاطرة هتعمل ايه. بصوا في البداية كده، أنا كان معايا 70 جنيه وتحديت نفسي، بمعنى أصح قلت لأ، أنا 70 جنيه همشي بيهم النهاردة فطار وغدا وعشاء، وكمان هجيب منهم حاجات كتير نحطها في التلاجة. من 70 جنيه هتفطري وتغدي وتعشي، كمان هتجيبي حاجات كتير في التلاجة. طب ازاي دي؟ بصوا هقول لكم ايه بقى. احنا يعني هنقضيها النهارده اكل يعني كده ارداحي شويه، تمام؟ هنعمل ايه؟ انا اول حاجه خدت 20 جنيه اديتها لابني، جاب لي ب 20 جنيه فول البصاره، اللي هو الفول يا جماعه مش المدمس، لا اللي هو المفتوح ده، هو اسمه الفول بتاع البصاره. المهم انا كان عندي بتنجانيه في التلاجة، وعندي قطعه جبنه قديمه مش كبيره يعني ولا حاجه. المهم عملت لهم ايه؟ آه عملت لهم فول بصاره، عملت نص كيلو، فما شاء الله طبعا قطع كتير. وعملت ايه بقى؟ وقليت البتنجانيه، انا بقشر البتنجان ومن غير قشر، وبتبله بملح وكمون، وبحطه في رق دقيق يعني مش كتير، وبقليه بيبقى زي البانيه كده وطعمه بيبقى جميل. عملت لهم الجبنه القديمه وعملت لهم البصاره وقليت البتنجانيه، والحمد لله بألف هنا وشفا، فطروا وشبعوا وتمام التمام. طبعا هم عندهم دروس النهارده فيعتبر نص اليوم ضايع، فطبعا بقى البصاره كتير ما شاء الله عليها يعني موجوده، فطبعا لما يجوا هيغرفوا ايه وياكلوا. طيب ماشي، ادي قضينا الفطار وفي باقي اليوم اكل كمان. طبعا في حاجات من اللي انا جبتها النهارده هنساعد بيها جنب طبق البصاره برضه. طب ايه اللي انا جبته؟ تعالوا بقى اوريكم انا جبت ايه بال50 جنيه. انا نزلت السوق، شوفوا شطارتي انا جبت بيها ايه. بصوا، اول حاجه انا جبت دول طلعوا نص كيلو. البتنجان ده ب7 جنيه، فانا جبت ايه بقى؟ جبت دول نص كيلو، 3.5. وجبت البتنجان ده ان احنا نعمله بتنجان مخلل، جبت برضو نص كيلو بكام؟ ب3.5. يبقى ادي الكيلو 7 جنيه، جبت نص ونص. ده والله حبينا نعمله بابا غنوج، حبينا نعمله طبق مسقعه كده، الله اكبر الله اعظم. وده طبعا بنخلله فينفع. فادي اول حاجه 7 جنيه جبنا بيها. جينا بقى لبرنس السوق الخيار. الخيار انا بصوا انا جايباه بلدي والله، صغير وجميل. لقيته بكام؟ لقيته ب16 جنيه، الحمد لله سعره نزل الاسبوع ده شويه. فانا جبت دول نص كيلو، النص كيلو ب8 جنيه. يبقى دي هنا 7 جنيه بتنجان و8 جنيه، لان الكيلو ب16، فانا جبت النص ب8 جنيه. يجي بقى لليمون. الليمون يا جماعه رخيص جدا، رخيص يعني جدا 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 في السوق. فبجد انا جبت حبه وعملتهم، بس سامحوني بقى ما صورتهمش. بس انا كل اللي عملته ان انا طبعا قعدت ادوس كده جامد على الليمونه، وقسمتها نصين وعصرتها بالعصاره الليمون اللي هي العاديه يعني بتاعه المطبخ، وحطيتهم في اكياس صغيره. في اكياس يا جماعه عند بتاع الكياس اللي هو بيبيع الكياس والبلاستيكات والحاجات دي، قول له انا عايزه اكياس بتاعه التوابل، فهي اكياس بتبقى صغننه خالص. فدي بتاعه الليمون، تمام؟ يعني كل ليمونه ونص كده في كيس، وبتربطيها وتحطيها في الفريزر، بتطلعيه في ثواني تلاقيه فك بقى ميه ايه معاكي. لان انا بصراحه جربت كذا مره ان انا اشيله كده، فمجرد ما بطلعها ان هي على ما بتفك بلقاها دبلت كده وكلها تفل. وبصراحه ربنا ما كانش موضوع ناجح معايا. هو اللي نجح معايا ان انا بعصرها وبحطها ليمون. الليمون بكام بقى؟ انا لقيت الليمون ب8 جنيه. قلت له لا انا عايزه نص كيلو، راح اداني نص كيلو واداني توم ب5 جنيه. فده ب5 جنيه ليمون. بصوا ما شاء الله يقعد معايا اسبوعين في التلاجة. طيب هنا القوطه بقى، القوطه اللي مش راضيه تفحص خالص يا جماعه والله، ربنا يرحمنا برحمته. القوطه دي هو انا لقيتها ب14، بس دي مش اللي هي، طبعا مش نمره واحد، دي اللي هي بتاعت الخضار. هي مش وحشه قوي وفي نفس الوقت مش حلوه قوي، بس هتقضي الغرض. واهم حاجه ما يكونش فيها السوسه وما يكونش فيها اي حاجه. فدي انا لقيتها ب14 جنيه، رحت جبت كيلو طماطم بقى ايه ب14 جنيه. يبقى هنا جبنا البتنجان والليمون والخيار والطماطم. طب جبت ايه تاني؟ بصوا بقى، احنا مش عيب
ان احنا الحاجه اللي كنا بنجيب منها 2 و3 بقينا بنجيب منها بالكيلو. مش عيب برضو الحاجه اللي كنا بنجيب منها بالكيلو نجيب منها نص كيلو. البطاطس برضو غاليه قوي. البطاطس دي يا جماعه انا لقيتها ب22، فانا جبت نص كيلو ب11 جنيه. طلعوا بسم الله ما شاء الله 5 بطاطسات حلوين، هيقضوا الغرض يعني بالليل، يعني على ما اولادي يجوا اخر النهار هنسخن طبق البصاره، على مثلا لو حمرت لنا بطاطسيتين، على قطعنا خيارتين، الاكل ايه هيتقضى ان شاء الله كله نعمه وفضل من عند ربنا. جبت ايه تاني؟ الفلفل ده انا لقيته ب16 جنيه. الفلفل ده انا لقيته ب16 جنيه، جبت ربع حلو تمام. عشان لو حبينا نعمل مسقعه البسنجان مع البطاطس، مع ناخد قرنين 3 فلفل، عملنا طبق مسقعه، يبقى فضل ونعمه من عند ربنا. ده لقيته ب16، فانا جبت ربع بكام؟ ب4 جنيه تمام. جينا بقى للحاجه الحلوه اللي احنا هنشيل منها لرمضان. الملوخيه يا جماعه، شايفين بسم الله ما شاء الله؟ شايفين الملوخيه قد ايه؟ هتقولي لي الملوخيه دي، هي قالت لي الكيلو 5 جنيه، فانا بصراحه ما كانش فاضل معايا الا 3 جنيه. قلت لها بصي هو اللي فاضل معايا 3 جنيه. راحت قالت لي والله خلاص انا هوزن الكيلو ب3 جنيه. فهي راحت وزنت لي الكيلو بسم الله ما شاء الله ب3 جنيه. الكيلو ده انا هقطفه وهغسله كويس وهسيبه في مصفى يصفى خالص خالص لما ما يبقاش فيه نقطه ميه في الملوخيه، وهعملهم كيسين واحطهم في الدير فريزر لرمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. فشوفوا بسم الله ما شاء الله ال50 جنيه جابت لنا حاجات حلوه. هي طبعا مش زي الاول كنا بنجيب الحاجه بكيلو وال2 كيلو، بس فضل ونعمه من عند ربنا. انت اهم حاجه لو فتحتي تلاجتك ولقيتي بطاطايه على قرن فلفل على خيارايه على طماطمايه على ليمونيه على بتنجانيه، هتقدري تعملي اكله وتقدري تقضي يومك بيها، وفضل ونعمه من عند ربنا. فبصوا دي حاجات هما بالظبط بامانه ب52 جنيه. فالحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا انك تفتحي تلاجتك تلاقي برضو تلاجتك مليانه خير. فلو وصلتي لغايه هنا في الفيديو متنسينيش باللايك والاشتراك، ويشرفني تعليقك الحلو ليا، وبشكركم على كل فيديو بنزله بلاقي تعليقات، يعني بصراحه التعليقات بتاعتكم جميله وتشجعني. وزي ما قلت لكم والله الاشتراك او اللايك في كل فيديو هو مش بيخسرك اي حاجه، بس دي بتبقى مساهمه منك. ويعني هقولك ايه، انت ربنا جعلك لفتح باب رزق ليا، ان قناتي لو كبرت وربنا رزقني وفعلتها يا رب العالمين كده، فانت هتبقي سبب في الرزق ده. وربنا يجعلنا يا رب كده اسباب لرزق بعض، ويا رب مشترياتي تعجبكم، ويا رب الفيديو بتاعي ومحتواه يعجبكم. ما تنسوش الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنوريكم بقى انا جبت ايه لكرتونة رمضان، وجبت حاجات حلوة وحاجات مش هقول لكم جبت من بره، يعني هقول لكم بقى عشان ما نحرقش الفيديو. هقول لكم برضو الواحده الشاطره اللي تقدر في وقت الظروف الصعبه تقف في بيتها وبتقدر تعمل من ما فيش. ويا رب مشترياتي الاسبوع ده تكون عجبتكم، يا رب تستفادوا ولو باي حاجه صغيره. وما ننساش تعليقكم الحلو، ويعني في قلب التعليق كده ما تنساش نكتب اي ذكر، وطبعا كلنا هنردده فده بيبقى ثواب وفعل خير يعني. فيا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك زي ما قلت لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.